أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإليكم نشرة أخبار 10 مساء من الفضائية الإريترية. أبدأها لكم بأهم ما جاء فيها. الوزيرة فوزية تعقد سمينارا للإريتريين في دالاس. تجمع القرى في أسماط تحقق مكاسب جيدة. المزارع توجد في وضع جيد بمديرية أعالي القاش. الرئيس الأمريكي يستعد للقاء روحاني. انتقال نحو 100 شركة دولية إلى هولندا بسبب البريكزيت. وأندونيسيا تختار موقعا على جزيرة بورنيو لعاصمة جديدة. كانت تلك عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل يقرأها على حضراتكم نور الدين خليفة. عقدت معالي وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في 24 من أغسطس الجاري سمينارا للإريتريين المقيمين في دالاس وفورت وورز بالولايات المتحدة الأمريكية، تركز حول الأوضاع الراهنة في البلاد وسبل تطورها فضلا عن التطورات الإقليمية. واستعرضت معالي الوزيرة فوزية هاشم في التوضيح المفصل الذي قدمته النضال المرير في مراحل مختلفة قبل وبعد الاستقلال، وكذلك تحدياتها وتطوراتها والإنجازات المحققة. وقالت: نعمل بقوة انطلاقا من مبدأ الاعتماد على الذات بالحفاظ على قيمنا وثقافتنا وفتح فرص متساوية للمواطنين في مرحلة السلام الراهنة لتأمين التنمية الوطنية والتطور المستدام، مستشهدة بأمثلة فعالة. ودعت معالي الوزيرة فوزية هاشم في شرحها كافة المواطنين للاطلاع على مستندات مرفقة بدراسات وأدلة ثابتة تعكس التنمية عامة وإنشاء البنى التحتية وتوسعة خدمات التعليم الأكاديمي والصحة والعدل، إضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى. ونشدت المواطنين عامة وخاصة الشباب للعمل بتحمل المسؤولية لإنجاح المهام الوطنية، موضحة ضرورة مواجهة الشباب الإريتري هذه المرحلة بكفاءة ووعي عال. في الختام قدمت معالي الوزيرة توضيحا مفصلا حول أسئلة واستفسارات المشاركين. أفادت المعلومات الواردة من إدارة مديرية أسماط بأن تجمع القرى المتناثرة الجارية في المديرية جاءت تبرز أهميتها من حين لآخر، وذلك سيجري العمل الواسع في المناطق المتبقية. وأوضح سكان 8 إدارات ضواحٍ بالمديرية في اللقاءات التي عقدها لهم مدير المديرية السيد عثمان آدم بأن سكان 6 ضواحي يحصلون على خدمات مياه الشرب الصالحة والتعليم الأكاديمي والصحة، ويعيشون حياة مستقرة بفضل تسيير ناجح لعملية التجمع، مطالبين لتسريع عملية تجميع المنطقتي أكوار وشخا وغريت، وبالإضافة إلى حل إشكالية مياه الشرب التي تواجه سكان الضواحي روتا وشغالي وأسندة، وصيانة الطاقة الشمسية في مناطق هاوش وأمبلداي وشغالي التي أصبحت خارج نطاق العمل. من جهته أشاد مدير مديرية أسماط السيد عثمان آدم بالأعمال الناجحة التي يقوم بها السكان للحفاظ على المياه وحماية التربة، مشيرا إلى تقديم طلب لتوفير آليات ثقيلة من أجل شق طريق إيرا أوروتا الذي أصبح فوق طاقة السكان. وتوضح مستندات المديرية بأن الخطوة التي اتخذتها الإدارة أدت إلى تجميع 21 قرية يقطنها 4500 نسمة في إدارات ضواحي أسماط وشغالي وهاوش وأسندة وأمبلداي وجاني، فيما لم تبدأ بعد تجميع قرى ضاحيتي شاخة وغريت وإيرا وبعضا من مناطق ضاحية هاوش. بلغت مزارع مديرية أعالي القاش مستوى جيدا، وذلك بفضل الخريف الطيب إضافة إلى جهود المزارعين الحثيثة. وأوضح مسؤول تنمية البذور في المديرية الشاب تخلو منقس أن مزارعي المديرية أجروا مسبقا أنشطة حفظ المياه والتربة، مما أسهم ذلك كثيرا في تحقيق ذلك الإنتاج. وتشتمل المزارع على منتجات حقلية من الحبوب في 19 هكتارا، والدخن في أكثر من 2200 هكتار، وأكثر من 5700 هكتار من السمسم، و98% من محصول الداغوشا، و80 هكتارا من الطاف، و207 من البقوليات. وناشد الشاب منقس المزارعين لمواصلة الجهود حتى جمع المحاصيل. وذكر المزارعون بأن مزارعهم وصلت إلى مرحلة التنظيف بفضل زراعتها في أوانها، وقد أرجعوا ذلك إلى الخريف الطيب وجهودهم الحثيثة، بالإضافة إلى الإرشادات المهنية
التي تلقوها مسبقا، وأكدوا على مواصلة تلك الجهود حتى جمع الحصاد. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم الغاشبركة سمينارا تنويريا في مدينة أغوردات لأصحاب المؤسسات وموظفي الحكومة والسكان حول برنامج الرعاية الاجتماعية. وذكر مسؤول المكتب السيد أيوب كدانة في التوضيح المفصل الذي قدمه، ذكر المواطنين للإسهام بما يطلب منهم لإنجاح الجهود الجارية من أجل تهيئة بيئة مناسبة للمرأة المحتاجة لتحسين حياتها بالانخراط في أعمال تناسبها. ونشد عضو المكتب الشاب أنجلو أباتو أصحاب المرافق الخدمية لضرورة تقديم دعم للعاملين وخاصة العاملات لاكتساب مهن تساعد في تحسين الحياة المعيشية. من جهته ذكر المدير التنفيذي في مديرية أغوردات أن الموضوع يتطلب تنسيق كافة الجهات، مؤكدا العمل بالتنسيق مع كافة الجهات وأصحاب المرافق لإنجاح البرنامج. انقلبت في 25 من أغسطس الجاري حافلة ناشطة في نطاق خدمات المواصلات العامة في طريق ليبان قبل كالاي بمديرية لوغوعنسا بإقليم الغاشبركة، وأسفرت عن إصابات بالغة وطفيفة على المسافرين. ووفق المعلومات التي أدلت بها شرطة المديرية، انقلبت الحافلة الخاصة والتي تحمل لوحة ER3A1617 التي انطلقت من أسمرة في مسافة قريبة من منطقة ليبان. وقد تم نقل 3 مسافرين إصاباتهم بالغة إلى مستشفى حليبة المرجعي، فيما أجريت إسعافات أولية ل19 آخرين كانت إصاباتهم طفيفة. وذكر مسؤول مكافحة الجريمة في مركز شرطة بالمديرية السيد ديل تخلي بأن السبب الرئيسي للحادث هو انزلاقات وانهيارات أرضية وانفلات عن المسار الصحيح أثناء السير. في الختام دعا السيد ديل أصحاب المركبات للسير على المسار الصحيح تفاديا لحوادث تظهر في موسم الخريف، والانتباه جيدا للتغيرات التي تطرأ مع التغيرات الموسمية. وشهد الإقليم الأوسط خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين حوادث مرورية راح ضحيتها 588 شخصا، وأصيب حوالي 130 آخرون بإصابات بالغة وطفيفة، وخسائر مادية تقدر ب6 ملايين نقفة. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني في ظروف مناسبة قد تكون بعد أسابيع، فيما وضع بعض الخطوط العريضة لمطالبه من إيران. وجاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة بياريتس الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، التي احتضنت على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة قمة مجموعة الدول السبع G7. وأوضح ترامب أن المطلوب من إيران هو امتناعها عن امتلاك أسلحة نووية أو صواريخ باليستية، وأن يكون الاتفاق النووي الجديد مع إيران أطول من سابقه. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وعادت فرض العقوبات على النظام الإيراني وشددتها بشكل كبير في مايو الماضي. وردد ترامب بأن الاتفاق النووي ما كان يجب أن يبرم، ووصفه مرارا بالكارثي والسخيف. ومن جانبه قال ماكرون إن باريس تسعى لعقد اتفاق جديد مع إيران لضمان عدم حصولها على السلاح النووي ووقف زعزعتها للاستقرار. وقال الرئيس الفرنسي أن هناك بعض الثغرات في الاتفاق النووي، مشددا على وجوب احترام إيران لالتزاماتها النووية. انتقلت نحو 100 شركة دولية إلى هولندا منذ استفتاء بريكزيت في يونيو 2016، فيما تبدي 325 شركة أخرى اهتمامها بذلك في ظل الغموض المحيط بالطلاق بين لندن وبروكسل، حسب ما أعلن جهاز الاستثمار الأجنبي الهولندي. وقال رئيس الجهاز يورين نيلاند إن عدم اليقين المتزايد في المملكة المتحدة والاحتمال المتزايد للخروج بدون اتفاق يعرقلان أنشطة هذه الشركات. وأدى انتقال أول 62 شركة بسبب بريكزيت إلى إيجاد نحو 2500 وظيفة، بالإضافة إلى 310 ملايين يورو من الاستثمارات في هولندا، حسب ما أفاد التلفزيون والإذاعة الحكوميان. وأكد جهاز الاستثمار أن معظم هذه المؤسسات لديها أسباب ملحة
مثل التراخيص المصرفية أو حقوق البث التي تسمح لها بالبقاء ناشطة في الاتحاد الأوروبي. وبسبب الخشية من فوضى الاستعدادات لبريكزيت، أعلن كل من عملاقي الأجهزة الإلكترونية اليابانية سوني وباناسونيك منذ عدة أشهر نقل مقره الأوروبي من المملكة المتحدة إلى هولندا. أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو أن العاصمة ستنقل إلى منطقة تشكل جزءا من منطقتي بيانغام باسرة الشمالية وكوتاي كاراتينغارا في مقاطعة كالاميناتان الشرقية على جزيرة بورنيو. وقال ويدودو إن نقل العاصمة من جاكرتا سيتكلف أكثر من 32 مليار دولار، وستمول الدولة 19% من المبلغ، بينما سيأتي الباقي من شركات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الخاص. وأوضح الرئيس أن الموقع اختير أولا لأنه ليس معرضا كثيرا للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والهزات الأرضية وموجات التسونامي والثوران البركاني، في حين أن جزءا كبيرا من الأراضي الإندونيسية تقع على حزام نار المحيط الهادئ. ويقع المكان المقترح بين مدينتي بلابيكان وسرامندرا في منطقة غابة استوائية تتمتع بتنوع بيولوجي كبير. ولم يتم بعد اعتماد الموقع رسميا كعاصمة للبلاد. وستعد الحكومة قانونا يتم طرحه في البرلمان لإقرار تغيير العاصمة وفق قول الرئيس. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد المخاوف بشأن مصير جاكرتا. سحب الرباع الجورجي القوي جيورجي روستاماشفيل مركبا وزنه 200 طن في الماء بإصبعه الوسطى فقط. وتحرك المركب تمارا 2 ببطء لمسافة 5 أمتار نحو الشاطئ بمجهود روستاماشفيل لوحده. وقال اتحاد الأرقام القياسية الجورجي إن الرجل سجل بذلك رقما قياسيا في سحب أثقل مركب بإصبع إلى الآن. وقال ممثل للاتحاد إنه سيتصل سريعا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل الرقم الجديد باسم الرباع الجورجي. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرة الأخبار لهذا المساء. تحية لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.